السلام عليكم. ما تيجوا نعمل الرز الحبة وحبة، او زي ما بيقولوا رز واحدة واحدة. اول حاجة هحط معلقة سمنة بلدي ومعاها معلقتين زيت في الحلة، وهنزل عليهم بكوبايتين من الرز المغسول والمتصفي. هفضل احمر كده في الرز ده لحد لما المية بتاعته تنشف وكل حباية تتغلف بالمادة الدهنية ويوصل للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل عليهم بكوبايتين تانيين من الرز اللي برضو مغسول ومتصفي، وهفضل اقلبهم مع بعض. هنزل عليهم بالملح حسب الرغبة، وهفضل اقلب كده لحد لما احس ان الرز ما بقاش ملزق في بعضه وبيفلفل كده، او كل رزاية بعيدة عن التانية. شايفين؟ هتشموا ريحة كده زي ريحة الفشار، ما تستغربوش. وبعد كده هبدأ ازود عليه المية المغلية. 4 كوبايات من الرز هياخدوا 4 كوبايات من المية المغلية او الشوربة المغلية، وكل شوية كده هفتح اقلبه لحد ما يوصل للشكل ده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير.